اهلا بيكم متابعينا في كل مكان. النهارده معانا الطريقه الصحيحه لتنظيف ابلاتين الاسبراتير الخاص بالفئه 128 والاشباه 127 الشاهين الحاجات اللي زي كده. الطريقه الصحيحه بتاعت الابلاتين، طبعا الابلاتين ده سعره غالي النهارده، ممكن يوصل ل 150 جنيه النهارده، مع انه قيمته ما تتعداش حاجات بسيطه يعني، بس ده الحال يعني. تعالوا بينا نتعرف على الطرق الصحيحة لتنظيفه، والمفروض انضفه كل قد ايه، او الابلاتين ينضف كل قد ايه. المفروض يعني كل شهرين ثلاثة كده ببدأ ان انا اصنفره او انضفه واطلعه من المكان بتاعه. ده المكان بتاعه بيبقى ثابت كده في الاسبراتير بالطريقة دي. ببدأ ان انا احله وافكه بره خالص، نتأكد طبعا ان كل حاجة اتحررت فيه، ونفك طبعا المسمار اللي مشبوك بالسوستة بتاعته دي، السوستة الخاصة باللي هي بتخليه يقفل يعني. نخلي بالنا من شكل البلاستيك او العازل اللي بيبقى على الجسم بتاع الابلاتين، والكفر المعدن اللي مشبوك فيه المسمار وشابك السوست عليه. خلي بالكوا السوسته دي بتبقى معزوله، ما بتبقاش متوصله مع جسم الابلاتين، بيبقى فيه بلاستيك اهو تحتيها اهو، ايوه، والسوسته دي عليها وبتتشبك بالمعدن ده في بعضيه، وغير يعني ما بتبقاش ملمسه مع جسم الابلاتين يعني. اهي بتبقى شكلها كده، عازله جسم الابلاتين عن السوسته او عن الجزء ده، يعني مع بعض عشان ما يضيعوش. يتبقى لنا بقى ان احنا نخلع التيله دي زي تيله كده ماسكاه اهو، اهي طلعت معانا خلاص اهي. دي مهمه جدا برضو نخليها على جنب كده. الابلاتين طلعناها الجزئين، نص تحت فيه الجزء خاص بنقطه التلامس رقم واحد مثلا، والتانية القطعه التانية اللي فيها السوسته دي وليكن اللي هي رقم اتنين. وهنضفهم ازاي؟ قطعه صنفره تكون ناعمه وعلى حاجه مستويه كده، وان انا بقعد رايح جاي رايح جاي، تمام، لغايه لما الاقي ان نقاط الشرز او التلامس بتاع الابلاتين بقى نضف معايا. النقطه اللي هي اللي بيحصل فيها التلامس دي ساعات بيبقى متاكله وساعات تبقى فيها مشاكل كتير. في معلومه برضو عايز اقولها بس انا ما جربتهاش بصراحه، ان احنا ممكن نزود القطعه دي او الجزء ده لو هو متاكل، تفاديا ان انا اجيب واحد جديد بقى بتكلفه عاليه، يعني اروح اديله بنطه نحاس خفيفه خالص عند اي حد بتاع شكمانات، هيزود لي نقطه نحاس عليه، وابدا ان انا اكلها بالصاروخ او اسويها بحيث انها تشتغل معايا تاني يعني. ده لو كل حاجه فيه سليمه يعني. نفس الشيء بنعمله مع الجزء اللي تحت. في حاجه كمان، لو النقط دي قويه قوي او فيها حاجات عاليه، اقدر استخدم السلاح بتاع الصاروخ وابدا ان انا اصنفر الجزء دوت يبقى ناعم معايا تماما عشان يبقى كاني شاريه جديد. طبعا لو وصلت معانا للجزء دوت يبقى انت كده الفيديو عجبك، واتمنى ان انت تعمل لنا اشتراك بالقناه وتضغط لايك طبعا على الفيديو لو الفيديو افادك او عجبك يعني. ما كده خلاص، كده الجزء ده بقى اصبح ان هو جديد، والجزء التاني برضه هيبقى نفس الكلام، هنعمله نفس الكلام، ناكل منه يعني حاجات بسيطة خالص لا تذكر يعني، بالبسكوتة او بالجزء الخاص بالسلاح بتاع الصاروخ يعني. ويفضل طبعا لو البسكوت عشان ايه، تبقى مستوية، متبقاش فيها انبعاج او يبقى فيها كيرفات فتاكل بطريقة منحنية. هي كده كلت لنا الايه، الجزء ده اهو، بيتقال عليها القطعية في الصاروخ. نديله شوية كمان كده يبقى مظبوط معانا تمام. كده الابلاتين بتاعي رجع جديد تماما. نقفل شغلنا تاني ويبقى كل حاجة تمام. طبعا مع موضوع تنظيف الابلاتين او تنظيف الاسبراتير عامة من الداخل وتزييته وتشحيمه والكلام ده كله، يفضل ان انت تنظف البوجيهات كمان بالمرة معايا. تخلع البوجيهات بتاعت العربية كلها، يبقى انت نظفت كله، وتشيل اي اثار للزيوت او الشحوم او الاتربة على الاسلاك ومن على المبينة كمان برضو، وتبدأ ان انت تجمع كل الاجزاء دي كلها تاني بعد التقفيل او بعد التنظيف
هتلاقي فرق معاك طبعا في الدوارة والتسخين والمشي بتاع العربية، بيفرق طبعا كل الحاجات دي لما تكون لسه جديدة او كأنها لسه معمول لها صيانة. بنفك طبعا القطعة اللي احنا قلنا عليها مهمة. خلي بالك القطعة البلاستيك دي مهمة جدا، ولو الجزء السوسته بتاعت اللي فوق دوت اللي بيركب على الجزء البلاستيك ده ملمس مع المعدن ده، كأن الابلاتين قافل، يعني كأن الابلاتين قافل، بالرغم من ان هو شغال فتح قفل مع الحركه بتاعت دوران العمود بتاع الاسبراتير، الا ان لو الجزء السوسته دي السودا دي لو الملامسه لجسم الابلاتين ده، كأن الابلاتين نفسه قافل مقفول، مش مفتوح كده، كأنه مقفول. هو بيحصل تلامس ليه مع الارضي اثناء دوران الاكس بتاع الايه الاسبراتير، او العمود بتاع الدوران بتاع الشاكوش بتاع الاسبراتير. نبدا برضو نخلع كده التيله اللي هنا دي، في تيله كده تحت، نبدا برضو نتاكد من نظافه الاكس نفسه، ونجيب زي ايه مسمار كده او حاجه كده ايه ندق عليه عشان ننطر التيله اللي ايه اللي ماسكه الجزء اللي تحت ده، نزيته ونشيل اثار مثلا بيبقى ساعات تقيل ممكن مع الحركه بيلم تراب ويلم شحوم، بتعمل زي ايه مانع كده للدوران وتخليه تقيل كده معانا ويلف بالعافيه. فاحنا هنشيل كل الكلام ده وننضفه برضو من جوه طالما فكينا كله. احنا عملنا صيانه شامله للسبراتير اهو. في ورده هنا مهمه برضو، شيل بقى كل التسخات. انا في الحاله بتاعتي كان نضيف يعني مش وحش، لان انا بعمل له طبعا صيانه بتاعته كل 4 شهور 3 شهور 6 شهور على حسب يعني الوقت. وابدا انضف كل ده، اتاكد برضو من ان الجزء الملامس للابلاتين بقى اللي هو فوق خالص ده، اللي هو شكله زي مربع كده مش مدور، ايوه اللي فوق دوت اللي ماسكه ده مفهوش اي شرشره او في اي رايش طالع منه او في حاجه فيه، لان لو فيه هقدر ان انا بعد كده اعمله بصنفره عشان ما يبوظليش بس الابلاتين او اي حاجه محطوطه يعني او الجلبه. نشيل برضو الاتربه ونشيل الشحوم ونشيل الكلام ده كله، ننضف ونبدا نحط زيت، مش زيت مكن بقى، نحط زيت مكن خياطه لو موجود، مكن خياطه زيت خفيف خالص، او زيت كهرباء لو متاح عندك. كده الحركه انسيابيه تماما ومفيش فيه بوش، نتاكد كده ان هو برضو مفيش بوش، نمسح كل طبعا الحاجات دي كلها، ننضفه كله تماما. عايز تنضف ببنزين مفيش مشكله، عايز تنضف كده يعني ايه من بره خلاص مفيش مشكله برضو. ادي سرنج اهي معانا فيها زيت كهرباء او زيت مكن خياطة، وابدأ ارش او احط كده حاجات خفيفة خالص. ليه ما بحطش زيت مكن العربية او زيت الموتور بتاع العربية؟ ما احطش ليه؟ لان زيت العربية في الحاجات اللي زي كده بيبقى تقيل، ومع الوقت والسخونية بيتجلط او بينشف، فبيبقى دوره مش دور تليين اكتر ما هو هيعمل لي عائق للاكس دوت، و هيخليه يعمل زي فرامل كده، هيبقى تقيل يعني. طبعا بتاكد ان مفيش بوش في الاكس او عمود الاسبراتير او الشاكوش بتاع الاسبراتير. نركب الورده بتاعتنا، ندي برضو زيت، حركه ممتازه تمام. نقفل زي ما فكينا، نقفل. طبعا ما تنساش بقى تركب الابلاتين والكوندنسر في مكانهم الصحيح، وتتاكد من فتحه الابلاتين ما تزيدش عن 2 مللي، والقفل بتاعها مبقاش مقفول قوي، يعني من ملي ل2 ملي، ما تقلش عن كده وما تزيدش عن كده. بنركب طبعا التيله اللي تحت، بنثبت الاول بالمسمار عشان نعرف الدليل بتاعنا ماشي ازاي، ونبدا نحط التيله ونخبط عليها بالراحه خالص مش جامد، علشان الفبره نفسها اللي تحت دي ما تتكسرش. الجزء ده بلاستيك او فبر اسود احنا بنضرب على التيله او الاكس كده في زي خرم بالعرض، التيله دي بتخش تمنع الشاكوش ان هو يطلع من مكانه عن طريق الفبره دي.
زي ما قلت نركب الكوندنسر، لو غيرته يبقى تمام، مفيش مشكلة تغيره، لان ده هو اللي ملوش صيانة او ملوش اصلاح. الكوندنسر المفروض كل فترة تغيره، لكن اللي ليه تنظيف او ليه اصلاح هو الابلاتين. زي ما عملنا كده، انت كده رجعته كانك اشتريت ابلاتين جديد. فتروح لميكانيكي يقول لك والله احنا عايزين نغير ابلاتين وكوندنسر. ليه يا عم عايزين نغير ابلاتين ليه؟ يقول لك احنا بنغير كله مع بعض. طب غير كوندنسر ماشي، يعني ما تكلفنيش زياده دلوقتي الوقت. كل واحد دلوقتي في عرض الجنيه زي ما بيقولوا يعني. نركب كده المسامير، نتاكد ان هي لفت بايدينا كده قبل اي مسمار. كان ممكن ان انا اركب الابلاتين قبل ما اركب الشاكوش، بس انا بفضل ان انا اخلي الابلاتين اخر حاجه خالص. في ناس بتخلع الوش الاحمر اللي فوق دوت اثناء تركيب المسامير دي، بس انا برضو ما بحبش كده. نخلي كل حاجه على وضعها، ونحاول نتعب شويه في المسامير اللي تحت دي، ونبدا ان احنا نقفل بالراحه كده، وخلاص ركب في مكانه. زي ما قلت نتاكد ان هو ما يزيدش عن 2 ملي، يا دوبك شعره كده، وما يقلش عن ملي، يعني ما يبقاش مقفول قوي، ما يبقاش مقفول اقل من ملي يعني. لازم يبقى فيه فرق، اللي هي الحركه بتاعت بجيبه على العالي اهو. ايوه الفتحه بتاعته دي ما تزيدش عن 2 ملي وما تقلش عن ملي اهو كده، الدنيا تبقى مظبوطه معانا اهو. نعاير كده ونبدا نربط المسمار المواجه لينا ده لا الاول، وبعد كده نربط المسمار الخلفي، ونركب الكوندنسر بتاعنا، وبنركب الغطا والوش، ونقفل، ونبدأ نقفل شغلنا تحت في العربية. ومكان ما انت خلعت الشاكوش بتاعك، طبعا في فيديو قبل كده موضحين فيه طريقة ضبط المكنة مع الاسبراتير وضبط التقسيمة يعني. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا لنا اشتراك ولايك بالقناة عشان يوصلك كل جديد، وتقدر تتابع فيديوهاتنا بصفة مستمرة. شكرا، وإلى اللقاء في حلقات أخرى. شكرا.